برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة في صباح القاهرة اليوم الاثنين، وبنبدأ معاكم ركننا الحواري النهاردة. واتكلمنا في بداية الحلقة عن ان احنا هنتكلم عن الشائعات واطلاق الشائعات في الفترة الأخيرة او في كل فترة. الحقيقة الدولة المصرية يعني بتعاني من بعض الشائعات اللي بتمس المواطنين او الخدمات اللي بيحصلوا عليها. يمكن عايزين برضو نعرف اكتر الشائعات دي من ضمن يعني حروب الجيل الرابع ومعناها ايه، او بتمثل ايه، او ايه ممكن تعملوا فيه الدول. ده هنعرفه اكتر من خلال ضيفنا اللي بيشرفنا في استوديو صباح القاهرة مع الاستاذ حمدي حنظل الصحفي الكبير بجريدة الجمهورية. اهلا بحضرتك يا استاذ حمدي، صباح الخير على حضرتك. اهلا بكل الساده مشاهدي القناه. استاذ حمدي، حرب الشائعات الحقيقة لا تنتهي، يعني نعم. كل الدول بتعاني من هذا الموضوع، بس عايزين الاول نعرف المواطنين الشائعات بتمثل ايه، وايه يعني دخولها في موضوع حروب الجيل الرابع. هي كل الدول بتتعرض لده، ولكن احنا في مصر بنتعرض الى حمله شرسه جدا من الشائعات على مدى ال10 سنين اللي فاتوا دول. تمام. يعني طالما ان مصر بتحاول يبقى لها دور يبقى لازم تتعرض لشائعات. طالما ان مصر بتحارب الارهاب يبقى لازم تتعرض لشائعات. طالما ان مصر خلعت جماعه الاخوان الارهابيه من الحكم يبقى لازم تتعرض لشائعات. نعم. طول ما انت طالما انت بتعملي مشروعات قوميه عملاقه هتتعرضي لشائعات. نعم. طالما انت عايزه تستعيدي الدور الحضاري المصري والدور القوي لمصر في المحيط الاقليمي بتاعك وعلى المستوى الدولي هتتعرضي لحرب شائعات. طول ما انت بتحاولي تتقدمي وانك انت تطلعي كدوله صاعده، كدوله محور العالم، محور للطاقه، عايزه تبقى محور للوجستيات، عايزه تبقى محور انك تبقي قطب من اقطاب هذا العالم. كل ما انت عايزه تصعدي لازم تتعرضي لحرب شائعات. حرب الشائعات دي سببها ايه؟ النهارده انت على مدى السنوات او القرون الماضيه كانت المواجهه العسكريه هي الحل لبعض الصراعات، وكانت بعد كده بتنتهي الى تسويات سياسيه، انما كانت الوسيله لتحقيق المكاسب الدوليه كانت عن طريق الحروب. صحيح. التقليديه والطيارات والدبابات طيب انا بدل ما اصرف مليارات الدولارات على تسليح وبدل ما اخسر عشرات الالوف من الجنود والضباط وما يترتب عليه من ارامل والى اخره، وبدل ما انا اعمل اقتصاد حرب واعمل لا، في وسيله جديده طلعت في هذا العالم، وهي النهارده انت عندك تطور رهيب جدا في تكنولوجيا الاتصالات. تطور رهيب جدا في الانترنت ازاي انك انت تعمل صور، تعمل يعني انت عارف حضرتك فن تغيير الواقع من خلال خلق عوالم افتراضيه. كل ده انت بتخش بده حاجات تكلفك حاجات بسيطه، مبالغ بسيطه، وبس تكنولوجيا عاليه وتعمل بيها الحرب او التاثير اللي انت عايز تعمله من خلال الحرب. انا عايز ادمر اي دوله من الداخل، بدل ما اعمل جيوش واعمل طيارات واعمل بتاع، لا مش محتاج ده كله، هدمرها من الداخل. حرب شائعات. انا بعمل عندي منصات اعلاميه، عندي وسائل تواصل اجتماعي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اصبحت قوية جدا. عندي جيوش إلكترونية بثلاثة تعريفة، أقدر أجند 10,000 واحد يعملوا لي رسالة واحدة في يوم تقلب الدنيا. صح. عندي ذباب إلكتروني موجود في كل حتة. عندي دنيا من الناس اللي هي جاهزين ليا، وعندي برضو شوية أتباع والكلام ده. كل دول بيصنعوا لدى الدول المستهدفة، وانا دولة مستهدفة، انا كمصر دولة مستهدفة، بيصنعوا التأثير اللي هم عاوزينه. انا النهارده بعمل ايه؟ انا داخل، يعني انت عارف حضرتك، حرب وحرب مضادة. تمام. انا عندي النهارده هجوم شديد جدا. هل يعلم المشاهد الكريم، وانا عارف ان المشاهدين بتوعنا كويس يعني بيتابعوا على كل حاجة، اكتر سنة تعرضت مصر فيها لشائعات كانت في 2023. ولما حضرتك تعملي حصر لعدد هذه الشائعات تذهلي من هذا الكم الرهيب من الشائعات. تطول الاقتصاد، تطول التموين، تطول التعليم، تطول الصحة، تطول مفيش مجال من مجالات الحياة في مصر إلا وتعرض لحملة رهيبة جدا من الشائعات.
هو بيعمل ايه في الشائعات؟ هو ممكن جدا يلاقي مثلا المواطن بيعاني من حته معينه، هو بيشتغل على حته المواطن، هو عاوز يعني ياخد المواطن ده في صفه ويحقق من خلاله الهدف اللي هو عاوزه. هو عاوز يعمل ايه؟ عاوز يعمل تفسخ داخل المجتمع المصري، عايز يعمل تفتيت لوحدة هذا المجتمع، عاوز يعمل شرخ بين قيادة الدولة المصرية وبين جموع الشعب المصري، عاوز يخلي الناس عندها نوع من أنواع مثلا اليأس مثلا، الغضب من الحكومة أو من بعض الإجراءات الحكومية اللي بتنعمل، رغم أنه لو أن إحنا في مصر عملنا واحد عالمية مما كان يجب علينا عمله من قرارات من 30 سنة، ما كناش وصلنا للقرارات الصعبة اللي ممكن نبقى مضطرين دلوقتي ان احنا ناخدها. لانه لو احنا بدأنا من زمان لو كان عندنا من زمان شجاعة التصدي للواقع وحقائق الواقع، كنا النهاردة في غنى عن معاناة كثيرة احنا بنعانيها النهاردة. طيب النهاردة مصر عندنا هذه الحرب رهيبة من الشائعات، وعندنا دول مش عايزة مصر تبقى ترتقي إلى مصاف الدول العظمى، وعندنا دول إقليمية عايزة يبقى لها دور على حساب مصر. وطبعا مش عايزين نسمي مسميات، إنما القارئ أو المشاهد الكريم بيبقى عارف كويس أوي خريطة منطقة شرق أوسط والمنطقة اللي احنا عايشينها. في انت ليك مواقف كمان لا تتفق وتتوافق مع مواقف قوى عظمى. انت ليكي في اليمن موقف خاص بيكي، انت ليكي في السودان موقف خاص بيكي، انت ليكي في ليبيا موقف خاص بيكي، وليك خط احمر انت حاطاه علشان الميليشيات وقوى الشر اللي موجوده على الارض الليبيه تعمل حساب الامن القومي المصري وتحترم الامن القومي المصري. انت ليكي دور في القضيه الفلسطينيه، وهذا الدور ليس محل رضا من بعض القوى الاقليميه والدوليه. طبعا. انت ليكي موقف تجاه ما يدور في سوريا، وانك انت عايزه الدوله الوطنيه تبقى موجوده وتدعمي الجيش الوطني، مش بس في سوريا، في العالم. ده احد ثوابت السياسه الخارجيه المصريه. انا ما بدخلش في الشؤون الداخليه لاي دوله، انما انا بدعم الدوله الوطنيه، بدعم وحده التراب الوطني، بدعم المؤسسات الشرعيه في هذا البلد، علشان هي دي اللي تقود البلد الى وبتفق مع مصالح الشعوب. نعم. هنا مصر بتتعرض لهذه الحمله الرهيبه من الشائعات، لانه زي ما قلت لحضرتك انت ليك دور في كل حاجه. صحيح. انت مش سايبه مجال من مجالات المحيط بتاعك الا وانت ليكي في بصمه، وده مجنن. قوة كبيرة صحيح. عالمية كبرى، وهي عايزة في الآخر تركعك، عايزة تخليكي تهيمن عليكي. صحيح. تملي عليكي إرادتك. ومصر عمرها ما هيحصل كده إن شاء الله. عمرها. يعني المواطن المصري شايف القيادة بتاعتنا بتقول إيه وماشية إزاي وبتنفذ إيه، ومحدش بيلوي دراع مصر ولا هيقدر يلوي دراع مصر. المواطن مدرك ده. ليقوموا بالشائعات كيف يشاءوا، ليبدأوا بالشائعات ويشيروها وينشروها زي ما هم عاوزين. كويس. لا، المواطن المصري أصبح على أعلى درجات الوعي. أيوة، بأن هذه الشائعات ليست معمولة كده مش حسنة لله بتطلع، لا ده عمل شيطاني يستهدف تدمير هذا الوطن وتحجيمه ودوره الوطني يهمشه. حضرتك ذكرت أستاذ حمدي موضوع الوعي وأهميته. نعم. التوعية للشعب المصري وخاصة فئة الشباب، لأن هي يعني شريحة كبيرة من الشعب المصري، حوالي 60% فئة الشباب. ازاي نعمل على التوعية الفكرية والتثقيف والتوعية الوطنية في نفس الوقت؟ شوف حضرتك، طبعا الموضوع ده شويه واسع. لانه لو انت هتتكلم على التنشئه وعوامل التنشئه، في عندك مؤسسات تنشئه اجتماعيه، المدرسه والجامع والكنيسه ومراكز الشباب والانديه الرياضيه والكلام ده، وكل واحد من دول عاوز قصه عشان يقوم بدوره كما يجب. مظبوط. قصه كده ده على جنب. انما انا هنا بتكلم على هل احنا عندنا في مصر منابر للتنوير، منابر لبناء الوعي؟ اقول لك
احنا النهارده عندنا، تعالي كده شوف الخريطه قدامك. عندي مثلا فيما يتعلق مثلا بقضايا الشائعات المتعلقه مثلا بالتموين والصحه والاسكان والتعليم والمشروعات العملاقه والكلام ده، عندي مركز اسمه مركز معلومات مجلس الوزراء. كويس. ده بيعمل ايه؟ بيلتقط، هو عنده فريق عمل بيتابع الشائعات اللي بتطلع. هو على طول بيجي بيلتقط الشائعه. هو ما بيعملش ما بيدعيش ان هو يعلم كل شيء، لا ده هو بينقل الشائعه متعلقه بالصحه، يقوم مكلم وزاره الصحه، يا وزاره الصحه في شائعه بتقول كت 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 كت، هل الكلام ده له سند من الواقع عندكم؟ طب انتوا القرارات اللي عندكم ايه؟ طب نقول ايه للمواطن عشان نعرف المواطن الحقيقه. كويس. ايه؟ يبقى وده بنشوفه من خلال ما ينشر في الصحف وما ينشر من خلال الاعلام التلفزيوني المصري. يبقى دي حاجه. عندي كمان مؤسسات اخرى، عندي الهيئه العامه للاستعلامات، والهيئه العامه للاستعلامات عندها قدره على ان هي يعني تقرا كل ما يتعلق بالدعايه المضاده لمصر في الخارج. وهنا بتتولى الهيئه الرد على هذه الدعايات السوداء، وبتجيب حقائق الامور من المصادر الحقيقيه المصريه الصادقه اللي ما تحرفش الواقع. طيب اذا انا عندي كمان ادي الهيئه العامه للاستعلامات بتقوم بدور، عندي مركز اعلام مجلس الوزراء وده قايم الحقيقه بدور رائع في هذا الامر. تعالي بقى على الجانب الثاني عشان خاطر اكمل لحضرتك بس منظومه بداء الوعي. عندي كمان القنوات، يعني عندي مثلا دلوقتي قناه القاهره الاخباريه مثلا بتيجي النهارده برضه بتبقى اي حاجه متعلقه